يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. النهاردة هنعمل أكلة حلوة خالص، طاجن اللحمة بالبصل المكرمل. طعمه فوق الوصف وبمنتهى الروعة، حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم والله. أكلة كده فاخر من الآخر. شايفين عاملة ازاي؟ انا هفتحها وهسمي الله عشان اوري لحضراتكم هي عامله ازاي من جوه. انا عامله طبقه العيش دي من بره، وهفتحها وهسمي الله. المغرب بصراحه مأذن دلوقتي، فهي في الميعاد مظبوط عشان اعرف ادوق براحتي. بجد كل الاكلات بتبقى حلوه علشان بتتعمل بكل حب وكل سعاده. احلى حاجة اللي انتي تعمليها بكل حب عشان حبايبك، عشان ولادك، علشان يعني تبقى حلوة في الاخر يعني. ما شاء الله اللحمة، شفتوا لونها حلو خالص ودايبة دوب. لا انا لازم ادوق بقى، هسمي الله وهفطر عليها. ما شاء الله، ولا العيش تحفة تحفة تحفة. ده انا هخبز كمان معاها عيش علشان اكلها معاها مع الرز برضو. ما شاء الله، في منتهى الجمال والروعة، دايبة دوب والبصل المكرمل ولا الريحة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في البداية نسمي الله وأوريك المكونات. نص كيلو لحمة متقطعة حتت صغنونة مكعبات، وطماطمتين وتلات فلفات خضر وفلفلة حمرا وست سبع فصوص توم، وقد كده ايه كيلو بصل بحاله متقطع جلياني. وبهاراتك بقى، معلقة من زنجبيل، سبع بهارات، بابريكا، كاري، وملح وفلفل اسمر، ومعلقة سكر، وما ننساش معلقة الباربيكيو. سمي الله. هنجيب حلة على النار، هنحط شوية زيت ومعلقة زبدة عشان لازم نشوح اللحمة في الزبدة وتاخد الريحة الحلوة الجميلة الطعمة. هنقلبها تقلبتين حلوين كده لغاية ما تتشرب الزبدة، ونحط عليها التوابل بتاعتك. وما تنسيش معلقة السكر علشان اللحمة ما تاخدش سوا معاكي. التوم طبعا هتدقيه في الهون لغاية ما ينعم، وهتحطيه مع اللحمة مع ورقتين لورا علشان الريحة كده تطلع حلوة معاه. وهنضيف كمان الخضار بتاعك، الفلفل الأخضر والأحمر والألوان الجميلة دي مع الطماطم طبعا. وبعد ما تقلبيهم تقلبتين حلوين هتسيبيهم على النار يستووا بقى براحتهم لغاية ما نشوف هنعمل ايه مع البصل. نجيب طاسة على النار ونحط برضو شوية زيت ومعلقة زبدة، والبصل اللي انتي مقطعاه جلياني هتحطيه مع الزبدة والزيت، وتقلبيهم تقلبتين حلوين كده براحته خالص لغاية ما يتكرمل ويبقى زي اللي انتوا شايفينه ده. وبرضه هشوف اللحمة، ده هي كده يعني قربت تستوي. دلوقتي احط عليها البصل المكرمل، احط كله. ده بقى بصراحة بيخلي الاكلة في منتهى الجمال، بتوديها في حتة تانية خالص. شفتوا الجمال ده ولا الريحة؟ انا كده كده هفطر، ينفع كده؟ يلا بعد المغرب ان شاء الله. احط بقى معلقة الباربيكيو الجميل اللي هو المدخن علشان ريحتها تبقى احلى واحلى. ونحط كوباية مية، ما تزوديش عن كوباية مية، كفاية كده، هي اصلا قربت تستوي. نسيبها بقى لغاية ما تستوي على الاخر وتبقى دايبة دوب. هتجيبي يا ست الكل الطاجن بتاعك، هتحطي جواه اللحمة كلها بالظبط كده، كده جاهزة انها تتحط في الفرن. لا ده احنا لسه هنحط الطبقة التانية اللي فوق منها، طبقة العيش. هتجيبي كوباية ونص دقيق، معاهم معلقة من الخميرة الفورية وذرة ملح بس كده، ونص كوباية مية،
وتقعدي بقى بايديك الحلوين تعجني لغاية ما تبقى ناعمة وطرية تحت ايدك. ايوه حلوة كده. ولازم تبقى ايه، تبقى مش متماسكة قوي، يعني مرقة شوية. دلوقتي هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعتين. بسم الله ما شاء الله، ده خمرت وبقت تحفة. احلى عجينة في الدنيا. هنبل ايدينا بشوية زيت، وهنشيل دلوقتي العجينة علشان نفردها بقى الفردة الحلوة دي، علشان نحطها فوق الطاجن لان المغرب قرب. يلا اوام بسرعة، يلا نعمل الاكلة الحلوة دي عشان الكل مستني علشان يفطر. وهفردها الفردة الحلوة بتاعتي. بس كده هي اتفردت، هي دلوقتي جاهزة اللي انا حطها على الطاجن بتاع اللحمة بتاعي. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده حلوة خالص بجد، في منتهى الجمال. طب الزيادات هتعملي فيها ايه؟ هتقصيها بالمقص عشان تبقى شكلها حلو، والوش هدهنه بشوية قشطة يعني. والتزيين بقى شوية السمسم وشوية حبة البركة. لا ده حاجة ايه في منتهى الجمال. وهنسمي الله وندخلها في الفرن. طيب بقية العيش او بقية العجينة هنعمله ايه؟ هنعمله احلى عيش في الدنيا. هيبقى عيش كده ايه، طري كده، وتاكلي معاه طاجن اللحمة. ما شاء الله. انا هفرده بشوية زيت، وبرضه هزينه بشوية سمسم وحبة البركة، وهحطه في الفرن مع الطاجن علشان يستووا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، ده العيش طالع تحفة. ده تحفة في منتهى الجمال والروعة. يعني الطاجن يطلع حلو وكمان العيش يطلع حلو. الله، بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وصحتين. يا ريت يا ست الكل اللي انت تعملي الأكلة الحلوة دي. مش بجد توفير في الوقت والمجهود. مش هتاخد منك وقت قوي. تاكليها بقى مع رز بشعرية، رز أبيض، بعيش. بس أنا بفضلها اللي أنا أكلها بعيش، بتبقى حلوة خالص. يا ريت يا ست الكل اللي انتي تعمليها لحبايبك في الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم بخير. شفتي اللحمة الجوسي، حاجة فاخر من الآخر. بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.